الرحيم. احنا العدالة جينا اليوم في هذه الوقفة لازم نطالبوا بهذا الحق الموؤود، حقنا في العدالة المتعلق بهذا الشهيد زيني اللي اقتل غيلة في وضح النهار في العاصمة، قتل لم يسبق لها مثيل، تقشعر منها الجلود وتخر لها الجبال هدا، ومارست ضد جريمة القتل اللي هي أكبر جريمة وأشنع جريمة وأول جريمة وعاصى بها الله على وجه الأرض. أول جريمة خلقت هي جريمة القتل. وقال مولانا جل قائل انه من قتل نفسا مؤمنة فكأنما قتل الناس جميعا. الموريتاني اليوم وعامة المسلمين قتلوا بهذه القتلة الدنيئة الشنيعة، وجريمة القتل أشنع منها وأعظم منها عدم العدالة، كون انها تخلق، كون يقتل شاب انفس زكية طيبة طاهرة مسلمة في وضح النهار وفي القيلولة ولا يحرك ساكنا. والمجرمون مشاو وكأن شيئا لم يقع. هي ما يتهمها، هي حقيقة. هو جميع الأدلة، هو قتل في مكان، هو لم تدسه السيارة، هو لم يمت بالعطش، هو لم تلدقه السامة، هو مات في منزل مسكون وعنده أهل وفي وضح النهار. تفاجئنا من كون نيابة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تطلق سراح هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمات فأقل من 5 أيام. ما خلق تحقيق، ما خلق تشريح، قالوا خلقت معين وتهرب أيضا معناته. أنا بالنسبة لي إن هذه الجريمة إنها دبرت ونسجت خيوطها قبل أن تقع. لم تقع إلا حتى وجدت المعلومة ووجد الحق سابق هي تقع. ما جرؤوا أصحابها على يعدلوها، إذا فاتوا غمضوها.